بخزوة ملية من شكلالة أن ينقاية قاد أعثث كتبتخلي ريشة بيت صوبة تقنيقيتا بلقانيتا دكتور وضاح التميمي كلا نايوث اتبوليتكنيك دمخاروثا قوم ديتا اتبغدت وتهوية خامن بنيانة يلباناية قو بيت صوبة وبشلي هديرة قوداها بوتاخا منيانة من كاديرة ومدرشانة قوداها زوياخا اتئيوة خمندي أن ينقاية قام عززت ديولبانا ومولبتا مخاريتا قو عراق. نفتتح اليوم الكليتين الباقيتين من الكليات الثلاثة في الجامعة التقنية الوسطى، ونحن الآن في افتتاح كلية البوليتكنيك للتخصصات الهندسية المعهد التكنولوجيا سابقا. هذه الكلية الآن تحتوي على 3 أقسام تمنح شهادة البكالوريوس، والأقسام الأخرى تمنح شهادة الدبلوم التقني. قرار معالي السيد الوزير قرار تاريخي مهم في تغيير مسار التعليم التقني من المعاهد إلى كليات. نعتقد نحن كرئاسة جامعة أن افتتاح هذه الكليات سوف تكون هنالك نقاط جذب كبيرة لطلبتنا الأعزاء، خصوصا طلبة التعليم المهني، بعد أن هنالك سمعة أكاديمية أنه طالب معهد اليوم أصبح طالب كلية. هذه حقيقة حققناها بدعم معالي السيد الوزير، وأنا أتوقع خطة القبول 3 أضعاف ما كانت عليه في العام الماضي. تنفيذا للخطط الجامعة التقنية الوسطى متمثلة بالسيد رئيس الجامعة المحترم، اليوم نحتفل بافتتاح كلية البوليتكنيك للتخصصات الهندسية، وهو صرح علمي أكاديمي متمثلا سابقا بمعهد التكنولوجيا المعهد والمعهد الأم، اللي ويمثل عصبة هيئة التعليم التقني. اليوم تشهد الجامعة التقنية الوسطى العديد من الإنجازات العلمية المستمرة والمتواصلة، وهذا اليوم هو أحد هذه الإنجازات العلمية، حيث تم تحويل 3 معاهد إلى كليات بوليتكنيك. هذه الكليات البوليتكنيك تعطي شهادتين، شهادة الدبلوم وشهادة البكالوريوس، وهو نظام عالمي في كل الجامعات الأوروبية العالمية، وهذا ما يدعم الطلبة ويزيد إقبال الطلبة على هذه المعاهد التي أصبحت كليات بوليتكنيك. حقيقة أنت في سؤالك سألتني هل سيكون هناك إنجازات علمية؟ نعم، اليوم تم تحويل 3 معاهد من الجامعة التقنية الوسطى و3 أقسام علمية فقط في كل معهد إلى كليات بوليتكنيك، وسيكون تجربة لهذه السنة، وإن شاء الله العام المقبل سنشهد تبديل أو تحويل 10 معاهد جديدة، 10 أقسام جديدة في 3 معاهد جديدة إن شاء الله إلى كليات بوليتكنيك. هذه الكلية تختلف عن بقية الكليات الموجودة في العراق، سواء كانت الحكومية أو الأهلية، أنها جاءت تلبية لمتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى ذلك أنها تواكب التطور العالمي. كيف؟ أن هذه الكلية تمنح كل من شهادة الدبلوم وشهادة البكالوريوس في آن واحد لمدة 2 لشهادة الدبلوم، ولمدة 4 سنوات لشهادة البكالوريوس. والطالب هنا ويمكن أن يختار بعد السنة الثالثة للدبلوم ويلتحق بسوق العمل، وممكن أن يستمر ويمنح شهادة البكالوريوس والدبلوم في آن واحد. وكدم خطت لي ريشة بيت صوبة تقنيقيتا بلقيتا قوب تختدم ناثة صبواثة ديالوبي وبيت بولخانة CNC تأني ما مثلي باسوعياثة أن ينقاي البوثسنة ديالوبي ومهيروياثة خاثة ومخطت لت بيت بولخانة بتهاوي باسوعتا أن ينقيتا قا دماصي يالوبي دماطي لشوقة بولخانة. وهر هادخ مقرولة دكتور التميمي قبل طيبوثة الوزير ديولبانا علا يا دكتور نعيم العبودي قوستنت أمينتا ليولبانا.